اللي انا اعرفه ان انا المفروض افضل قاعد ساكت لحد ما الناس تبدأ تدخل، فبعدين اعمل ان انا انتبهت فجأة مثلا خليني قاعد ساكت يعني. بس هما التلاتة اللي انا كنت بحلم بيهم هم جم. آه السلام عليكم. وانا للاسف ما بحبش فكرة اللايف دي خالص، بس وانا المفروض ان انا كان لازم اعمل الحوار ده من زمان، لان كل ما اجي اعمل حاجة في البيج يقول لي ان مش هينفع عشان المحتوى غير اصلي. فانا مش عارف غير اصلي دي بمعنى يعني هل الفيديو مرتين تلاتة وبيبوظ ما بيضحكش مثلا، ولا غير اصلي ده ان انا سارق الكلام ما اعرفش. بس المهم ان انا لازم اطلع لايف. فالمهم انا ما اقتنعتش خالص بفكرة ان انا ايه، اطلع واقعد اقرا ومنور يا نجم الله يخليك حبيبي يا فلان مش عارف ايه الكلام ده. فقلت اجيب كام نقطة كده نتناقش فيهم، يعني من الحاجات اللي هي بتيجي الواحد بعد الساعة 2 بالليل دي. اول نقطة منهم اللي هي انا ما عنديش فعلا اجابة ليها لحد دلوقتي، هي فكرة ان انا لو ربنا كرمني مثلا وحبيت بنت، يعني حبيت بنت بسبب ان اهلي ربوني كويس، لان حوار البنت ده ما بقاش ده الطبيعي، يعني ما بقاش مضمون، لا عادي ممكن تقابل واحد حب واحد والدنيا بتمشي عادي يعني. فالمهم انت قابلت بنت وحبيتها، وفجأة حصل بينكوا مشكلة او حصل حاجة مثلا هي ضايقتك وانت عايز تعاتبها. فانا كان عندي مشكلة ان انا دايما الوقت بتاعي مش الوقت المناسب. يعني انا مثلا لو عاتبتها وهي زعلانة او في مشاكل، فبتقول لي انت يعني حرام عليك، انت بني ادم ما عندكش دم، انت شايف الدنيا اصلا لوحدها وانا متضايقه ومخنوقه ومش طايقه نفسي وفيها اللي مكفيني وبتاع. فلما عملت كده زعلت من نفسي بصراحه، ندمت، يعني حسيت ان انا عايز اقوم استحمى واعمل عمره بسبب ان انا حاسس ان انا مش بني ادم. وخدت قرار ان انا مش هعاتبها تاني في اي وقت تبقى هي متضايقه فيه او مقريفه، استنى وقت تكون مبسوطه وابدا اتكلم معاها في ان ده ضايقني وما كانش صح يا نرمين ابدا تعملي كده. فالمهم استنيت وقت هي كانت مبسوطه فيه فعلا. فلما جيت اعاتبها في اللي مضايقني قالت لي يعني انا ما صدقت الدنيا مشيت كويس وربنا كرمني وبقالي فتره كويسه فتيجي انت تنكد عليا؟ يا ابني هو انت مفيش فايده فيه خالص؟ انت مفيش امل؟ فاكتشفت برضو ان فكره ان انا اعاتبها وهي مبسوطه ده برضو مش التوقيت يعني ده مش التوقيت الصح. فقلت خلاص يبقى لا ده ولا ده نافع، نستنى وقت الحياه ماشيه فيه روتينيه جدا ممله، مفيش احداث مفيش حاجه فجه، ولا يا نرمين انا بقالي فتره عايز اقولك ان انا متضايق من كذا، وحتى لو هزعق بقى حق انا صبرت كتير في وقت فرحك وفي وقت حزنك انا استحملت. فلما جيت عاتبتها برضو في وقت الحياه ماشيه فيه روتينيه جدا ومفيش احداث وممله، قالت لي يعني انت شايف الحياه اصلا ما فيهاش احداث وحاجه جديده، فبدل ما انت تعمل حاجه تبسطني تخلي الدنيا احلى تيجي طب ايه الوقت؟ بجد والله هو ايه الوقت اللي انا المفروض اكلمك فيه في حاجه مضايقاني؟ يعني ولا وانت مبسوطه ولا وانت زعلانه ولا والحياه ماشيه عادي. طب يعني ايه التوقيت اللي توقيت مكه المكرمه بحيث ربنا يبقى مبارك في الوقت، مثلا اجي اعاتبك بتوقيت السعوديه؟ ما شيء ما ملوش اجابه فعلا. فكره ان انت تعاتب حد امتى دي، او مش حد تعاتب بنت عشان حد، دي يا جماعه احنا بنتكلم لما يكون في علاقه بين راجل وست اللي هو الطبيعي. فكره ان انت بقى خدت على صاحبك قوي زياده عن اللزوم دي، انا اقصد الطبيعي اللي ربنا محلله ده. يعني انا من كام يوم برضو قعدت في قهوه، هي القهوه دي والله العظيم ثلاثة، لو في 10 ترابيزات في خمسة كل ترابيزه عليها حوالي 10 من اللي انا بكلمكم عليهم دول، اللي هم آه، اللي هم مش مظبوطين دول. وللاسف الموضوع بقى منتشر بشكل صعب. يعني اللي انا اعرفه ان زمان كان الصاحب لما بيستجدع مع صاحبه بيقول له يا اسطى ممكن اطلب منك كذا، فبيقول له رقبتي. ما بقاش بقى الموضوع بيقتصر على الرقبة، بقى في حاجات أصعب بكتير، وبقوا العشم زاد يعني عن الأول بكتير. دي مثلا أول نقطة. هو اللي أنا هقوله كله ملوش أي علاقة ببعضه، يعني الموضوع كله الحاجات اللي هي دماغك بتسوحك فيها بالليل دي دماغ أنا. تاني نقطة مثلا في القصة دي، إن احنا كان عندنا زمان كده، أو مش زمان هو لسه موجود، كان مثل جميل كده بيحقق معادلة لطيفة يعني. هي فكرة إن اللي يسمع بلاوي الناس تهون عليه بلوته. فكان فعلا مثل جميل، انت بتحس ان الدنيا بايظه معاك وفي حاجات كتير قوي مضايقاك، فبتقرر تختار بني ادم عنده هموم فتسمعها فتقول يا الحمد لله
فيبقى هو فضفض واتكلم وشال من عليه شوية، وانت سمعت ان في مصايب اكبر فارتحت. وكانت يعني الغرض بيتحقق عندك وعنده. ليه بقى دلوقتي اللي بيسمع بلاوي الناس بيعلي عليها؟ يعني انا ليه لازم لما اقولك ان انا مثلا مديون ب 500 تبقى انت مديون ب 700؟ ليه لما اقولك ان انا حبيبتي سابتني يبقى انت حبيبتك خانتك؟ ليه لازم انت يعني؟ اصل هي ما حدش فينا هيكسب كده كده يعني، ولا القهواجي هيسمع ان مشاكلك اصعب فمش هيحاسبك وهيحاسبني انا. احنا الاتنين في الاخر هنتساوى. فليه ليه بتهد كل حاجه حلوه؟ يعني ليه بتبوظ المثل ده؟ على فكره كويس يعني. حتى هنبقى نبدل مع بعض المره الجايه بقى، انا اللي اجي واسمع بلاويك فتهون عليا بلوتي، بعدها انت تعملها وتفضل الدنيا ماشيه بشكل كويس يعني. اه انت بتهري في ايه يا اسطى؟ والله ما عارف، ما انا قلت ان كل ده هري اصلا، وكاتب ان هو كلام فارغ، ما اعرفش باين ولا لا. ده مثلا بالنسبه للموضوع التاني اللي هو اللي بيجي في دماغي ده. محمد ايمن، انا مش هحلك يا ليش. ليه انا عملت ايه يا محمد؟ مش موضوعنا يعني. تالت موضوع برضو من الحاجات اللي هي ما ملهاش اجابه، ولا اعرف ليه يعني، او الموضوع ده ايه الصح فيه. محمد تقريبا حاجه زي كده يا احمد. المهم من الحاجات برضو اللي انا فعلا هي فكره اصلا الارتباط دي. يعني فكره ان انت يبقى في حد في حياتك. فانا ساعات بحس ان انا عندي جزء كده في انفصام. يعني تعالوا نفترض ان الانفصام ده واحد اسمه مصطفى، وواحد اسمه ليشا، وانا مثلا في النص بفصل ما بينهم. ففي قصة الارتباط او الحب دي، آه، مصطفى بيبقى شايف ان انا لازم قبل ما احب حد او ادخل حد في حياتي، لازم ان انا احاول ان يبقى عندي اصلا حياة، وابقى حد ناجح، واوصل لحتة معينة، واحقق نجاحات معينة، واقف على رجلي، وكل الحاجات اللي هي ما بتتحققش اصلا دي، عشان بعد كده ادخل حد يشاركني حياتي. يعني اكون بنيت الاول الحياة، بعد كده اشوف حد بقى يشاركني اللي انا حققته. ده بالنسبة لمصطفى. فبيجي ليه شعب بيقول ان لا، انت ليه تفضل عايش كل ده اصلا لوحدك من غير حد جنبك، وتنجحوا وتبداوا من الصفر ومش عارف ايه، وتعملوا ذكريات وتضيع عمرك ده كله، وبعد كده لما تبقى وصلت كام سنة تبدأ تدور على حد يشاركك. ما اعرفش برضو. يعني انا بفضل محتار في النقطة دي، ان انهي اللي صح. بميل شوية. ماشي الله يخليك. بميل شوية لحتة ان انت تستنى وتحقق نفسك وذاتك ونجاحاتك والحاجات دي بميل لها شوية. بعدها ب5 دقايق بميل لحتة ان لا، طب افرض انت ما حققتش نجاحاتك دي. شخص عزيز قالها لي برضو، افرض انت ما حققتش اصلا نجاحات ولا حققت حاجة، فليه تبقى خسرت ان انت ما عملتش حاجة، وخسرت ان مفيش حد في حياتك؟ فيبدأ حد يتكلم برضو من بره بقى، يعني بيقطع هذا المشهد، راجل كده بيقول ايوه، ما هو انت ليه اصلا تظلم حد معاك وانت ما حققتش حاجة؟ قصة كده كبيرة فعلا، هي دايرة ثواني معلش، عشان انا حبيبتي سابتني وانا عندي 17 سنة. انا عندي 17 سنة لسه، اعمل ايه يا صاحبي؟ انت اصلا مصاحب وانت عندك 17 سنة؟ يعني تمام، ربنا يزيدك. طب ايه اللي شدها ليك وحياة امك؟ يعني ايه الحاجة اللي وانت عندك 17 سنة يعني حسيت ان هي اختارتك عشانها؟ يعني ما علينا، مش قادر والله حتى اتكلم معاك. اللي انت بتعمله يا ابني غلط، وارتجع عن اللي في دماغك. فالمهم برضو دي من الحاجات اللي انا ما وصلتش فيها لحل نهائي يعني. من ضمن برضو الحاجات اللي مش ما وصلتش فيها الحل بقى، انا ما بفهمهاش. يعني احنا من البلاد اللي كان عندنا احتلال بتاع 72 سنة من من الانجليز والكلام ده. فالمهم احنا من البلاد العربية، او تقريبا البلد العربية الوحيدة اللي بنعتز ان احنا حتى لو كان في احتلال يعني ما كسبناش لغة البلد اللي احتلتنا، وحافظنا على اللغة العربية بتاعتنا، وفضلنا بنتكلمها ومعتبرينها اهم بكتير من اي لغة تانية، ومجدينها وبتاع، وبنفرح قوي بجدودنا ان هو كان راجل اصيل وحب بلده والكلام ده كله. طب انا ليه اول ما بدور على شغل بتقولي معاك لغة ليه؟ طب ما كنت سيب جدي يتعلمها ويعلمها لي، ويعني يعلمها لابويا وابويا يعلمها لي، والدنيا يعني ليه انت بتتفشخر بحاجة بعد كده تيجي تطلعها عليا انا؟
ماشي، ده ياسر بيستظرف. ف يعني يا اما كنت تسيب جدي يتعلمها وقشطه نمشي نفسنا عربي وانجليزي والحاجات دي وتبقى الدنيا في النص، يا اما ما تطلبهاش مني وكمل بقى الفشخره اللي هي بتاعت ان احنا البلد الوحيده اللي ما احنا مش لحد دلوقتي. دي برضو من الحاجات اللي انا ممكن اكون ما بوصلش فيها لاي حل، يعني ما ملهاش برضو يعني. طب ليه يعني انت سوحتني ولا سبتني اعمل كده ولا سبتني اعمل كده؟ طب ما آه بس انا في بوست كده سبته من كام يوم، قلت يا جماعه سيبوا مشاكل مضايقاكم وكده كده مش هنحلها، يعني سيبوا مشاكل ومش هنوصل فيها لحل يعني. بس اكتر حاجه اتكتبت هي فكره المذاكره والامتحانات في واحد يعني اللي كاتب الامتحانات تمام، طب اللي كاتب المذاكره طب ما تذاكر، ما انت كاتب المذاكره. يعني هقول لك على حاجه، حاول تبص لها كده من ناحيه، انت دلوقتي مزنوق و... والامتحانات قربت، فانت المفروض دلوقتي تلم المنهج وتذاكر عشان تنجح. ما تاخدهاش بقى ان هي يعني ما تبصش تحت رجلك، ما تبصش ان انت لازم تلم المنهج عشان تنجح، لا خدها تدريب، عود نفسك، لان انت كده كده هتعيش حياتك بتلم. فاهمني؟ يعني انت اصلا في الدراسة اللي هي 16 سنة لحد الجامعة تقريبا، آه، هتبقى طول الوقت بتلم المنهج عشان تنجح. اول ما تتخرج بإذن الله هتلم ورقك عشان تقدم في الجيش، بعد ما تخلص هتلم السي في وتطبع شوية حاجات عشان تقدم في الشغل، لما تشتغل هتشتغل عشان تلم قرشين وتتجوز، لما تتجوز وتخلف هتحاول تلم عيالك عشان يطلعوا ولاد ناس وما يأثروش على اللي حواليهم او ما يجيلهمش عقد نفسية. فانت كده كده هتعيش حياتك طول الوقت بتلم، فاعتبرها بقى تدريب، يعني خدها كده برفاهية ان انا لازم اتعود ان انا ازاي الم عشان الدنيا تتيسر معاك، وهو ده الحل الوحيد. يعني انت عايز تنجح ما تذاكر، انا مستنيني اجيب لك يعني ايه الحاجة اللي انا ممكن اجيبها لك تقول يا ابن اللعيبة ازاي كده؟ ما هو انا هقول لك ذاكر، يعني دور بقى على اي حاجه اعمل مود مذاكره مختلف مثلا، اعمل، مش قادر والله اقول لك تعمل ايه، يعني ذاكر وربنا يوفقك. مم، عايزين فيديو الاشتراك. بصوا يا جماعه، اي حاجه ليها علاقه بغلاء الاسعار وبجشع التجار والحاجات دي، انا وعهد الله معاك ماليش دعوه. يعني انا هعمل ايه؟ انا هقعد اتكلم واهري في موضوع اصلا يعني خلاص يا جماعه، انا انتوا ليه عايزين تسوحوني انا؟ يعني لا، خلينا كده نبقى نفكر في الحوار ده بعدين. انا عندي مشكلة يا اخويا بس اشكيها لربنا احسن. الله يا ابو عامر، والله العظيم انت صح قسما بالله، انا فعلا مش هقدر احل لك حاجة، انا هقعد اهري معاك. الدنيا تتصير ازاي؟ ليش تتصير؟ ما مش عارف والله يا محمد الدنيا تتصير ازاي. يعني انت حاول يعني حاول كده على جنب تقعد مع نفسك ولو قعدت مع نفسك كده في اي جنب وحاولت ان انت تخلي الدنيا تتصير معاك هتلاقيها بتتصير، معرفش معاك ولا عليك برضه، بس هي هتتصير بإذن الله. عايزين نشوف الواد اللي كان معاك في تنسيق الثانوية العامة بالله عليك. اه ده عمر، حاضر. مبقاش فيه جواز بقى ليه شعب الأسد، مهما كان مفيش جواز يا هيما، مهما الدنيا بقت صعبة والدنيا غليت هنحاول، لأن فكرة إن الجواز بقى صعب دي هي في اخواتنا اللي هم العجل قاعدين مستنين أي حجة جديدة أو أي مبرر عشان يمسكوا في خطته، فاحنا هنحاربهم، ومهما حصل مش هنسمح إن نقول لهم ان انتوا صح او آه. اجلت كمان، حاضر. مم. طب لو حد عنده نقطة برضو فيها حاجة، يعني حاجة جدلية كده اللي هو ما بتعرفش ايه الصح فين والغلط فين او ايه الحل بتاعها يكتبها. شكلك فاقد الشغف، روح شوف طاقة ايجابية عند حد وهاتلي حبة معاك. محدش عنده طاقة ايجابية الايام دي. مم. يا اسطى كله هيبقى فل، ده بوشي صاحبي ده اللي كاتب كله هيبقى فل، قسما بالله كان لسه بيعيط وبيصرخ واحنا قاعدين يعني كنا من شويه وانا لسه طالع اصلا من شويه، كان هو بيقول لي مفيش فايده ومفيش امل. اللي كاتب كله هيبقى فل ده والله كداب، اسمه خالد البوشي، بعتوا له اد واعملوا له ريبورتات. انا في حب مصر هبعت العروسه تطبخ لهم مره في الشهر. الله عليك يا نصر. اعمل حلقات لجلد الذات بانواع واشرح كده
وافرش. ماشي حاضر، بس يعني اعتقد فكرة جلد الذات دي كل واحد بيبقى مع نفسه احلى، يعني لو اتجمعنا ما اعتقدش هنضيف لبعض حاجة. بالعكس انا هفتح مخك على حاجات اسود وانت هتوريني حاجات اسوأ، فخلي كل واحد، يعني كل واحد اصلا مستحمل اللي هو فيه بالعافية يعني. عندي امتحان بكرة وما اعرفش اسم المادة، اعمل ايه؟ ما تروحش يا سعيد، يا سعيد هو انا هقول لك ايه؟ طيب يعني انت عندك امتحان بكرة ما تعرفش اسم المادة، والله ما هعرف اجيب لك حل. يعني اتعشم في ربنا بقى، ما انت تتعشى انا ما اعرفش. في حد بيقول عملت عروض مسرح غير سوبيبور؟ اه عملت المأوى اللي هو مأخوذ عن الحضيض، وعملت البؤساء، وعملت سينما 30. كنت عامل دور كبير، كنت بسقف من اول المسرحيه لاخرها، وما كانش ليا غير جملتين والله، كنت بقول جاي ليه وجاهزين يا استاذ. أه. وعملت ايه تاني؟ بؤساء والمأوى وسينما 30. في واحده انا تقريبا ناسيها، وسوبيبور اللي انت كاتبها. هم انا عملت 4 بس. اه. انا مواضيع خلصت يا جماعه، يعني الكام نقطه اللي كانوا مضايقني النهارده، اللي انا كنت اتسحلت فيهم النهارده، خلصوا. فلما اجيب مواضيع جديده او حد يبقى عنده مواضيع ممكن نتكلم فيها، الحاجات اللي هي المعقده اللي ملهاش حل دي. ليه سموك ليشع؟ والله دي طلع عليها مستر سيد الله يمسيه بالخير، كان مدرس الرياضه بتاعي وانا في اعدادي، وانا ما كنتش حابب الاسم خالص. فاحنا كشعب مصري يعني عنده جبر خواطر وكده، اي حد ما بيحبش حاجه وبيكرهها بندوس عليه بيها. بس ففضل الموضوع ده يتنده لي كتير قوي، لحد ما خدت على الاسم يعني. بس وبدأت احبه، لان لما دخلت المسرح، انا اسمي مصطفى محمود، فهو تحسه يعني اسم صيدلية كده، مش يعني ما فيش حاجة مميزة قصدي في الاسم يعني. فلقيت جوه ناس بقى، واحد اسمه غيبوبة وواحد اسمه مش عارف ايه، واسامي اسوأ بكتير مش هقدر اقولها يعني هنا. فقلت لهم لا خلاص ليش يعني. اه. طب الصح فين والغلط فين يا ابو الاشياء؟ والله ما اعرف يا اسطى. ما ادينا بنجرب يعني، وكل واحد وحظه بقى. كلمنا شويه عن لا مش هكلمك عن الذكاء الاصطناعي، والله ما بفهم فيه. تنمية بشرية جزء كمان والنبي. ماشي. اه. كبر دماغك واقفل والله العظيم انت صح برضه. انا شويه كده كده وادخل انام يعني. آه. ماشي يا اخواتي، اشوف وشكم بخير، وان شاء الله نتقابل في فرصة تكون اسعد من دي، وتبقى طاقتنا كلنا احسن من دي باذن الله. السلام عليكم.